انقرض محشور الفار الصخري او اليوشن روكرات، الكائن اللي انقرض من 11 مليون سنة او يقال انه انقرض. اتقل لاخر الفيديو. الكائن ده كان ضخم جدا، طوله كان بيوصل ل 26 سنتي، طول ديله بس كان 34 سنتي، وزنه من 300 ل 400 جرام. للوهلة الاولى هتحس ان هو خليط ما بين فار، ارنب، سنجاب. عنده فر وناعم وطويل، احيانا بيبقى لونه بني واحيانا بيبقى رمادي غامق. راسه صغيره، عينه كبيره حبتين عشان يقدر يشوف الاضاءه القليله. انا نسيت اقول لك ان هو كائن ليلي، ما بينشطش كده ويخرج من مكانه غير بعد المغرب، نادرا ما بيظهر الصبح. بيعيش بقى في الكهوف والشقوق اللي ما بين الصخور، عايش في لاوس وفيتنام. انا عايزه اقول لك ان هو رغم ان هو حجمه صغير الا انه هو بروتة، بيمشي يتمخطر، ما عندوش الرشاقه بتاعت الفئران او السناجب او حتى الارانب، على الرغم ان هو اصلا بياكل اعشاب، بذور واوراق شجر. نيجي بقى للسؤال المهم، هو فعلا الكائن ده ممكن يكون عايش وسطينا وما انقرضش؟ خلينا اجيب لك الموضوع من اوله. مجموعه من علماء الباليونتولوجي كانوا بينقبوا عن حفريات في مناطق مختلفه في اسيا، باكستان، الصين، تايلاند، وكانوا بالاخص بيدوروا في طبقه صخريه عمرها ما بين 24 ل 11 مليون سنه فاتت من عصر الميوسين. وهم بينقبوا لقوا حفريات لقوارض صغيره، شكل عظم الفك والسنان غريب ومميز. خلينا بس نقف هنا بقى ثانيه صغيره. العلماء اللي بتدرس القوارض اللي هي مثلا السناجب او الفئران عندهم مهم جدا شكل الاسنان، تعتبر اهم من بصمه الصباع لينا احنا كبشر. بيقدروا يعرفوا اي كائن من سنانه. فالكائن اللي شافوه ده يعتبر كائن جديد لانج، فعملوا له عيله جديده وحطوه فيها. ومع دراسة الطبقات اللي لقوا فيها الكائن ده اكتشفوا ان هو اختفى من السجل الاحفوري من 11 مليون سنة. وطبقا لعلم الباليونتولوجي، لو الحفريات اتلقت في الطبقة ما قبل ال 11 مليون سنة بعد كده ما بقتش موجودة، معنى كده ان خلاص الكائن ده انقرض. والعلماء بتوع الباليونتولوجي اتفقوا على الموضوع ده. لكن سنة 1996 مجموعة من علماء الحيوان كانوا بيعملوا مسح للمنطقة جنب سوق فلاوس، فشافوا كائن في سوق الحيوانات البرية غريب، لا هو أرنب ولا هو فار ولا هو سنجاب. مبدئيا هو كان متنظف كده زي الأرنب، فسألوا التجار هو إيه الكائن ده؟ فالتجار قالوا لهم إن ده كائن بيتاكل اسمه كانيو. العلماء حست ان في حاجه غلط، فاشترت الكائن ده وخدوا له كام صوره كده وكتبوا فيه تقارير. قالوا ان هم ما يعرفوش ايه البتاع ده، لكن السكان بتاكله من زمان، والله اعلم بقى جاي من افريقيا ولا امريكا الجنوبيه. ما جاش في دماغهم ان هم يقارنوا الكائن اللي قدامهم ده بالحفريات القديمه. لحد سنه 2005 علمت الباليونتولوجي الدكتوره ماري دوزنبرج اللي كانت خبيره في حفريات القوارض الاسيويه سمعت بالحيوان الغريب ده وجابت التقارير وجابت الصور وقعدت تدرسه. بس ماري كانت ذكيه وكانت حاسه ان هي شافت الكائن ده قبل كده، فابتدت ان هي تقارن ما بينه ما بين سجل الحفريات عندنا والكائنات المنقرضه. والمفاجاه الغير متوقعه تماما، اكتشفت ان عظم الفك والسنان بتاع الكانيو بيتطابق تماما مع اليوشن روكرات المنقرض منذ 11 مليون سنه. وبعد تحليل الحمض النووي اتاكدت. وفي 2006 اتنشرت بيبر بعنوان مستحثه حيه، مستحثه يعني حفريه، قارد من عائله احفوريه من العصر الميوسين يظهر في لاوس. بص، دي حاجة حلوة وحاجة وحشة في نفس الوقت. حلوة ان احنا عرفنا ان في كائن منقرض موجود من ملايين السنين لحد النهاردة نوعا ما شكله ما اتغيرش، وده بيخبط بتوع التطور في دماغهم. تاني حاجة ان وجود الفار الصخري المنقرض على قيد الحياة بيقول لنا ان البيانات اللي معانا ناقصة، في فجوة في السجل الاحفوري. فين حفريات الكائن ده طول ال 11 مليون سنة؟ ليه مش موجود في الطبقات؟ هل مثلا عشان هو بيعيش في الكهوف والشقوق فما تعملوش حفرية؟ تخيل معايا كده انت قاعد بتدرس عظم الديناصور منقرض منذ ملايين السنين وفجأة تلاقيه بيتمشى في السوق ولا كأنه انقرض ولا اي حاجة. ده ياخدك لحته تانية ابعد سنه. هل لو احنا مشينا على نفس الفرضيات دي هل ممكن يكون فعلا في كائنات منقرضه والعلماء قالت انها انقرضت وشبعت انقراض، لكن هي موجوده في مكان ما حوالينا في هذا الكوكب الكبير؟ ايه يا اخويا الحيره دي. بس عامه هو هيروح مننا فين؟ هو مش مغفلنا طول ملايين السنين دي واحنا ما كناش نعرف انه عايش؟ حاليا هذا الكائن محطوط من ضمن الكائنات المهدده بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة IUCN، يعني البي متهدد، واللي بيهدده هو السبب في اكتشافه البشر بيصطادوه، بياكلوه، بيربوه، ده غير ان هم بيكسروا له يا عيني الشقوق الصخريه اللي هو عايش فيها للتعدين او الزراعه، فاعداده بتقل وهو التكاثر بتاعه قليل، فيا عيني مش عارف يعوض النقص اللي بيحصل في اعداده. هو مش مستخبي 11 مليون سنه، هينقرض على ايدينا. يلا سيبك انت.
يلا نتخيل. تخيل كده ان انت طلعت الجبل في رحلة استكشافية وخلاص الشمس ابتدت ان هي تغرب وانت فوق الجبل، فقررت ان انت تنصب الخيمة بتاعتك. بعد شوية حسيت بحاجات بتنط حوالين الخيمة، بتبص لقيت اليوشن روك رات. هتعمل ايه؟